السلام عليكم، معكم كريمة أم رحاب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة اللي دايرة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. قلت علاش لا ما نجربهاش حتى أنا ونشوف، ولكن النتيجة كانت ولا أروع. جات واعرة، مذاق خطير. بالنسبة للمكونات ديالها كناخد هنايا الكنافة اللي كنحتاج واحد 250 غرام ديال الكنافة. كنقطعها ونلبسها مزيان بالزبدة اللي ذوبت ورجعتها على شكل نوازيط. هنا ممكن ديروا معلقه ديال السكر كلاصي، انا ما بغيتهاش حلوه، خليتها كما هي. خديت المول، دهنت له الزبده وفرشتها مزيان هذيك الكنافه في المول، وحاولت انني نطلع الجوانب، وهنايا ضغطت عليها بهذا الكاس. كنضغط مزيان وخليها جانبا. بالنسبه للحشوه غناخذ الخلاط الكهربائي، غنوضع فيه 4 ديال الحبات ديال البيض كبارين، الا كانوا صغار غندير 5. عندي كاس ونص ديال اللوز اللي مسحته مزيان، ممكن طحنه في الطحانه ديال العطريه عاد نوضعه في الخلاط الكهربائي. عندي كاس ديال الدقيق، كاس ديال الزيت، دائما العبار بالكاس ديال العنبه، ساشيه ديال زهره البرتقال اللي كتعطيها واحد اللذه غزاله. عندي 2 ساشيات ديال الخماره. وبالنسبه للسكر انا نقصت السكر، ما بغيتهاش حلوه، ممكن ديروا كاس ديال السكر، انا وضعت 4 المعالق كبار ديال السكر. وممكن تضيفوا حتى نص كاس ديال الزبيب اللي كيكون مرطب. كطحنوا هاد المكونات مزيان، كنوضعها فوق الكنافه. بالنسبه للتزيين وضعت رقائق اللوز، يعني كيبقى اختياري اللي عندها، اللي ما عندهاش غتخليها كما هي. وغندخلها للفران اللي كيكون سخون من القبل على درجة الحرارة 150. شعلت عليه الفوق والتحت، واللي عند هذا الغاز اكيد غتخليه لتحت حتى طيب مزيان، عاد تشعل عليها تحمر من الفوق. من بعد ما كنخرجها، هي في الاساس كدهن بالعسل مزيان، انا ما بغيتهاش حلوه كي قلت لكم، خليتها كما هي، ما درتش فوقها العسل. وكنقدمها بالصحه والراحه، راها ما كتلصقش في المول لانها مدهونه بالزبده، وهي مخدومه بالزبده مزيان، ما كتلصقش نهائي. صافي نقطعها، كتجي معلكه وكتستحق انها تجرب. صراحه جات لذيذه زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكالعاده اللي طبقات شي وصفه من الوصفات ديالي ترسلها لي على الانستغرام شيوات ام رحاب. شكرا لكم على الوفاء ديالكم، نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.